فيلمنا بيبدأ في قاعة أفراح، وبنشوف صور العريس والعروسة بتتعرض على الشاشة، وبنعرف إنهم بيحبوا بعض من وهم صغيرين. وبعدها بيدخلوا القاعة وهم فرحانين وبيرقصوا مع بعض، وكل الناس بتكون فرحانين ليهم وبيهنوهم كمان. وبعد شوية العريس بيسيب عروسته علشان يروح يسلم على أصحابه، واللي بتكون فيه بنت منهم العروسة أول مرة تشوفها. ويفضل العريس يضحك ويهزر معاها، فبتشك فيه طبعا العروسة، وبتاخد موبايلها وبتتصل على رقم، ونشوف تليفون البنت هو اللي بيرن. فبتبص البنت للعروسة وبتتكلم مع أصحابها وبيفضلوا يضحكوا عليها. وبعدها بيجي العريس وياخد العروسة علشان يرقصوا مع بعض، فبتتكلم معاه وبتسأله عن البنت، فبيقول لها ان دي زميلته، وبتقول له ايه علاقتها بمدرس الجيتار بتاعك، لان كانت كل مرة بتسأله عن الرقم ده لما بتلاقيه على تليفونه بيقول لها انه رقم مدرس الجيتار بتاعه. وبنفهم انها اخدت الرقم، ولما لقيته بيهزر مع البنت شكت فيه واتصلت على الرقم وطلع رقم البنت فعلا. فالعريس بيعمل نفسه مش فاهم حاجة طبعا، وبيقول لها خلينا ننبسط النهارده. فبتوجه له سؤال مباشر وبتقول له انت كنت بتخوني مع البنت دي واحنا مخطوبين، وكل اصحابك اللي كانوا بيضحكوا معاها عارفين صح؟ وبتوعده لو قال لها هتسامحه ومش هتعمل حاجة. فبيصدقها العريس ويرد عليها بكل صراحة وبيقول لها صح. فبتنهار من العياط وبتجري وتخرج بره القاعة، والعريس بيطلع يجري وراها ويدور عليها هو والمعازيم. وبتطلع فوق السطح علشان تنتحر، بس بيجيلها طباخ واللي بيكون بالصدفة كان واقف يشرب سجاير، وبيحاول يهديها ويخليها ترجع عن قرارها. فبترجع عن قرارها فعلا وبتحضنه، وبيجي العريس في اللحظة دي وبيشوفها وهي حاضنة الطباخ، فبيتعصب جدا وبتقوله انا هخونك مع اي راجل هشوفه من النهارده، وهاخد كل فلوس باباك اللي كان كاتبها لك علشان يهرب من الضرايب، وهتعور نفسها وتقول ان هو اللي عمل فيها كده، وهتفضحه على السوشيال ميديا. ولو فكر يطلقها هتاخد كورس تمثيل علشان تمثل قدام القاضي وتاخد كل حقوقها. فبيتصدم العريس من كلامها جدا وبيرجع على القاعة، وهي بترجع وراه وبتشغل اغاني وترقص، وبتاخد البنت اللي خانها معاها علشان ترقص معاها بالعافية، وتمسك ايديها وتفضل تلف بيها جامد، وبعدين بتسيبها. فبتدخل البنت في الازاز وبتتعور، ويجي الاسعاف والبوليس والفرح بيبوظ. وبتحكي مامة العريس للظابط عن اللي حصل، وتطلع العروسة من القاعة وبتلاقي البنت قاعدة على السلم بتتعالج من اللي حصل لها، فتتريق عليها وبتقول لها انت مشتركة في التأمين الصحي. وبعدها بتدخل القاعة هي واصحابها وبتلعب معاهم لعبة علشان يعرفوا مين اللي هيتجوز بعدها. وبيخلصوا لعب وبيجي منظم الفرح ويسألها اذا كان هيكملوا الفرح ولا لأ، ويجي العريس في الوقت ده وبيقوله يوقف كل حاجة لانهم مش هيكملوا. فبتتريق عليه العروسة وتقوله ليه ده لسه الاكل منزلش، ويتنرفز العريس منها وبيقول لها انا عملت ايه لكل اللي انت بتعمليه ده، ويفضل يعيط. فبتحضن مامته علشان تواسيه، وتفضل العروسه تتريق عليهم وبتنده للمصور وتقول له يصور اللحظه المؤثره دي. فبتتضايق منها مامه العريس وبتقوم تضربها، ويتدخل والد العروسه ووالد العريس، ومامة العروسة في اللحظة دي بيغمى عليها، ويقعد العريس على الأرض يعيط وهو منهار من اللي بيحصل ده كله. وبتدخل الدكاترة علشان تعالجهم، ونشوف دكتور مع العريس ودكتور مع العروسة. وفجأة بيقوم العريس وبيروح يفتح ازازة شامبانيا وبياخد السكينة، فبيتخض المعازيم وبيفكروا انه هيقتل العروسة، بس بيروح على التورتة وبياخد قطعة وبياكلها. وبعدها بيروح ياخد العروسة علشان يرقصوا مع بعض، وبكده بيكونوا اتصالحوا وبيروحوا سوا. وهنا بيخلص فيلمنا.